والله وقفت لي قلبي لك اخي. لك اختي ليه انت بدك تضلي تعامليني مثل ولد صغير؟ قلنا لك القصه ما فيها شيء. يعني خلصت؟ ان شاء الله يا عمو ان شاء الله. انت تعال شوف هات قل لي شو حكيت انت وابو حسن، شو قال لك وشو قلت له بالتفصيل. عشت صحتين زعيم. حنان مرني زعيم. اذا قلت لك انا بهالقعده بحس حالي بالحبس شو بترد علي؟ هي مو اول مره بسمع هالحكي. المرحوم ابوك قالها مره ومرتين. انت شو كنت ترد عليه؟ ما كان مستني مني جواب. معقول يصير مثل قبيلك حنان؟ يلي خلك ما مات قبضاي. خايف يبرد قلبي واهرم على بكير. قلبك دافي باذن الله زعيم. ما بدك تدفي قلبك انت؟ قلبي مطفي ومرتاح. العوايف يا بضاي. شو بلاقي ما كذبت خبر؟ بخدمتك انا. شوفوا لا انا ما حدا بيحمل لي جميله. انا ما عم بحمل. اسمع وخراس، اذا جاي تبتزني بدفنك بارضك بحسب الله ما خلقك. عم تفهم؟ انا ماني جاي لا حملك جميلي ولا ابتزك يا زعيم. انا الان علقه وسخه مع الدرك وماني عارف كيف بدي اخلص. شو قصدي بهالسيره انا؟ جايك بالحكي يا زعيم. اختصر. على راسي. انا كنت لاطي حد بيت نجيب افندي. كنت عم بنقل اخبار يوم بيوم، بس يشهد الله ما كنت عارفه خالك لحد ما شفتك عنده. ساعتها قلت انا ما لي غير هالقبضاي ويخلصني من الوسخ اللي انا فيه. صرت انقل اخبار طالع نازل، بس كنت عارف كتير منيح شو رح اعمل وقت اللي كبسوا البيت. ما في حدا غيري يتعرف على نجيب افندي صدقني. قلت لك اختصر. بأمرك. انا قلت بخلص خالك ببيض وجه معك وساعتها بتاخدني تحت جناحك. فشلت بنص عينك ولا؟ فشلت! واحد عوايني مثل حكايتك ما بيحملني جميله. لو بده يفكني عن حبل المشنقة، عم تفهم؟ العوايني وشه اسود ما بيبيض شو ما عمل. عم تفهم ولا؟ ما تقسى علي يا قبضاي، انا ما بدي شي منك، انا بس داخل عليك. طيب شو اعمل بحالي؟ ذبحني وريحني دخيلك يا زعيم، ذبحني وريحني داخل عجريك. لك عيب عرجال تنزل. طيب شو سوي بحالي انا؟ يشهد الله علي ويشهد الله اني بدي اعيش عيشه طاهره نقيه مثل كل الناس. لك قوم واقف على حيلك، عيب تنزل. قوم. بأمرك انا. البكي ما بيفيدك، انت قصدتني، انا رح جربك. انا بقول لك عيب عليك تنزل خلاص. زيك؟ لا انا ماني بعصر المصاري، حتى هول لنجيب افندي. انا سبقت الدرك على الاوضه واخذتهم. يشهد الله خليتهم امانه عندي، حتى شوفهم مش ناقصين ولا قرش. خليهم معك، خذ هدول فوق منهم على الساكيت. بس انا امسك ولا تكتر حكي. اذا بدك تعيش مثل الخلق وتشتغل بشرف، هاللي راد بكفوك وبزياده. وين بدي اشتغل يا ابضاي؟ ليش انا في حاره بتستقبلني؟ هي مو مشكلتي، هي مشكلتك. بدك تدبر حالك. غبلك سنه ورجع فرجيني شو اشتغلت. اذا كنت تبت وانصلح حالك بعطيك بيت بالحاره وبجوزك منها. اما اذا ضليتك اعوج وما انصلحت لا تفرجيني وشك من هو، بقتلك على الخالص. رح بيض لك وجهك يا ابضاي. بيض وشك بالاول. بيكونوا هول على حرمي اذا ما ببيضوا. ما بدي كلام، بدي افعال. تيسر. على راسي، الله يعزك. خلص الكلام. بالاذن. علي مشاريب بالخال ما بدي اعطلك.
لا يا زلمه شو تعطلني؟ لخال ما مليت من القراية؟ والله يا خال القراية ما بيمل منها. لا تقول لي بقى ضجت وبدك تطلع. والله ضجت يا خال، بس مالي مروق اطلع، نهار مشربك من اوله. يا والله يا والله علي الحلال ما عم صدق اللي صار. اسمع خال، لا يكون لك فكرة منو. انا وصيت الشباب يفتحوا عينهم على الغرب خص نص. قليلة قصة عوني؟ والله رح تفرجني. لقوا كلكم قصة مصاريكم. صدقتوا خال؟ لك شو بيعرفني؟ بس يعني رقبتي كانت بإيده، ولولا شاهين أفندي ما بعرف شو كان صار. وشوف تراها أنا حسيت بنظراته لشاهين أفندي إنه هو عرفان ومتأكد إني أنا المطلوب، بس حكي عوني إجا على القد، ولو بده يعقدها كان عقدها. والله يا خال هالحكومة ما بتخلى من الناس الطيبين. معلوم معلوم، أكيد وين ما كان في ناس شريفة وعم تستنى إشارة، وأنا هذا الشيء اللي بيخليني متفائل. صحتين عمي راغب. شو قلت؟ أنا ما بدي حدا يعاونني، وإذا قصرت بشي جيب حدا تاني. ما عم اقول قصرت بشي، عم اقول بدي اجيب حدا يساعدك بالاخفارة. مو حاجتك انت؟ لأنت بدك تضل هيك؟ أنا حدا شكى مني زعيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حدا شكى منك، أنا حابب ريحك. أنا هيك مرتاح، وإذا قصرت بشغلي قلعني. والله ما يحلو تجيب حدا تاني يساعدني. خلصنا، خليك مثل ما أنت، بس فتح لي عينك بالصداع عند حلمي، لنعرف قصة هذا الباب اللي عم يدق شو هي. بأمر عيونك عمي راغب. خلص الكلام.